السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في محاضرة رقم 23 من دورة أنت رائد أعمال بعنوان Introduction to Business Model Canvas أو مقدمة في مخطط نموذج العمل. كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن ازاي ان احنا نجيب فكرة والفكرة دي تبقى مبتكرة، وازاي نعمل تصميم كامل للفكرة بتاعتنا، وكمان نشوف الفكرة دي قوية ولا ضعيفة. بداية من محاضرة النهاردة وخلال المحاضرات اللي جاية ان شاء الله هنبدأ نشتغل على النكست ستيب. ايه النكست ستيب؟ ان احنا نعمل بيزنس موديل للمشروع بتاعنا. هنعرف اكتر عن البيزنس موديل كانفاس وازاي ان احنا نعمله بصورة قوية. طيب احنا اتفقنا اتفاق اعتقد على الكوميونتي بتاع قناة ساي اسك ان شاء الله الكورس ده هيتم استكماله عن طريق محاضرة اسبوعية كل يوم خميس الساعة 9 مساء، بحيث ان انت تظبط الميعاد ده بالنسبة لك. ان شاء الله المحاضرة بتبقى 10 دقايق لربع ساعة، وفي نفس الوقت ما يبقاش ضغط عليك، وعلى المدى البعيد تقدر تحقق نتائج بشكل سهل يعني وسريع. طيب معاكم عبد الله لوكيل، وتعالوا نبدأ على طول. احنا في شابتر 3 الخاص بالبيزنس. كنا اتكلمنا عن ان هيبقى فيه 3 محاور رئيسية للشابتر ده. هنبدأ النهاردة في المحور الاول وهو خاص بالبيزنس موديل كانفاس. وقلت ان البيزنس موديل بالنسبة لي مش ان انا اقولك البيزنس موديل كانفاس وخلاص، او ان احنا هناخد المثال بتاع البيزنس موديل كانفاس. لا، انا يهمني انت بعد البيزنس موديل ده انت هتحتاج تعمل ايه. فقلنا على اساس كده تصميم الستيب بتاع البيزنس موديل هيكون عبارة عن ان احنا هنشرح البيزنس موديل كانفاس بتفاصيله، تمام، مفيش مشكلة. بعد كده لو لقينا وعملنا بيزنس موديل كانفاس بصورة قوية، ان احنا نشتغل على الخطوات اللي بعد كده، زي ان احنا نعمل براندنج للمشروع بتاعنا، نعمل بيتش ديك، نعرف ايه الايكو سيستم او البيئة الداعمة لريادة الاعمال في مصر بشكل عام، واخيرا ان احنا نشوف الوسائل اللي ممكن من خلالها تعمل او نجيب فاند رايزنج، او ان احنا نجيب فاند للمشروع بتاعنا. تعالوا نبدا كده في البيزنس موديل كانفاس. هنغطيه خلال المحاضرات الجايه ان شاء الله البي ام سي او البيزنس موديل كانفاس. زي ما انتوا عارفين ان انا ديزاين يعني بحاول ان انا اعمل ديزاين يكون مترابط، وفي نفس الوقت تطلعوا باكثر او اكبر قدر ممكن من الفاعليه. فبالتالي قسمت البيزنس موديل كانفاس لخمس محاور رئيسيه. المحور الاول هنشتغل عليه خلال محاضره النهارده والمحاضره الجايه، وهو مقدمه. في المقدمه دي هنتكلم عن البيزنس موديل كانفاس يعني ايه ونعمله كمان. طيب بعد كده نقطه مهمه قوي، وهي احنا ايه الاهداف او الاوتبوتس المخرجات بتاع البيزنس موديل كانفاس. انا هعمل بيزنس موديل كانفاس وهنملاه مع بعض، خلاص تمام. ايه المخرجات؟ انا بعمل ده عشان في مخرجات معينه عايز اتشيك كده هي تمام ولا لا. فهنبدا نشتغل عليهم. هما 3 مخرجات رئيسيه: الكلاينت بيلدينج والابليكابيليتي والفيسابيليتي. 3 حاجات عايز اعرف انا واصل فيهم فين في المشروع بتاعي. كلاينت بيلدينج ان انا ببني كلاينت، عميل كلاينت. طيب ايه الفرق بين الكلاينت والكاستمر؟ ده هنعرفه برضه ساعتها. applicability يعني قابلية المشروع للتنفيذ، و feasibility يعني الجدوى بتاع المشروع، وخاصة الجدوى الاقتصادية. طيب يبقى دول أول حاجة هنتكلم عن المقدمة، وتاني حاجة الإيه؟ المخرجات. تالت حاجة وأخيرا هنتكلم عنها وفي رأيي الشخصي هي الأهم، وهي هناخد مثال على بيزنس موديل لشركة موجودة زي جوجل بيزنس موديل كانفاس. هناخد البيزنس موديل كانفاس لشركة زي جوجل، هنتعرف مع بعض على نقطة هنذكرها النهاردة، لكن هنعرفها بالتفصيل ساعتها، وهي ازاي ان انا ممكن من خلال اشوف بيزنس موديلز كتيرة اقدر ان انا اجيب افكار قوية جدا. وهنعرف ده خلال المحور ده ان شاء الله. تعالوا نبدا على طول في الانترودكشن. انا قسمت البيزنس موديل كانفاس كمقدمه يعني ل4 حاجات اساسيه. اول حاجتين هنغطيهم النهارده، وتاني حاجتين ان شاء الله المحاضره الجايه. النهارده هنعرف يعني ايه بيزنس موديل كانفاس وبيتكون من ايه وبشكل مبسط خالص، وكمان اهميته. يعني زي ما انتوا عارفين او اتعودتوا معايا ان انا لازم اعرف الحاجه اللي انا بعملها دي بعملها ليه، بتفاصيل ليه، يعني ايه الدافع ورا ان انا اعملها دي. هل بس ليها اهميه؟ احنا عارفين ليها اهميه، بس هل انا عارف الاهميه كامله؟ ده اللي احنا هنستكشفه مع بعض ونشوف فعلا ان بيزنس موديل كانفاس ده حاجه قويه جدا بالنسبه لك كرائد اعمال. طب ايه البيزنس موديل كانفاس؟ البيزنس موديل كانفاس ده عباره عن كانفاس يعني مخطط بيتكون من 9 basic building blocks. مخطط فيه 9 بلوكس. ال9 بلوكس دول المطلوب مننا ان احنا نملاهم. هنملى البلوكس دي زي ما هنشوف دلوقتي. طب ليه؟ لما هنملى البلوكس دي هنشوف how the business operate، ازاي الفكرة بتاعتي دي هتشتغل كمشروع.
طيب تعالوا نشوف ايه هما التسعة بلوكس دول او 9 بلوكس دول. اول بلوك وهي الكاستمر سيجمنتس، بكتب ايه هي شرائح العملاء او الشريحة المستهدفة بالنسبة لي، بكتبها كده في البلوك ده. ايه الشريحة المستهدفة؟ الكاستمر سيجمنتس، الشريحة او الشرائح المستهدفة. تاني حاجة بشوف الفاليو بروبوزيشن، القيمة المقترحة بتاعتي. خلاص حددت فئة مستهدفة، ايه القيمة او الفاليو اللي انا هقدمها للناس، ايه الحاجة الجديدة اللي انا هقدمها لهم، سواء منتج جديد او سواء خدمة جديدة. طيب بعد كده خلاص انا عرفت الشريحة اللي انا هستهدفها والقيمة اللي انا اوريدي كده كده اصلا هي دي الفكرة بتاعتي. هبدأ اشوف ازاي التشانلز او قنوات الاتصال بين الفاليو، او ازاي ان انا هوصل للعميل بتاعي او الكاستمر بتاعي، ازاي هوصل له المنتج او الخدمة بتاعتي دي. الحاجة الرابعة ان انا ابدأ اشوف ازاي هبني كاستمر ريليشن شيبس، ازاي ان الكاستمر بتاعي ده مش جاست بس حد جاي ياخد مرة وهيمشي وخلاص كده، لا، انا عايز ابني علاقات بيني وبين الكاستمر بتاعي بحيث ان هو يفضل معايا على طول. فهعمل ايه؟ هعمل كاستمر ريليشن شيبس. ايه الحاجات اللي في المشروع بتاعي من خلالها هحقق الكاستمر ريليشن شيبس؟ ان انا اقدر ابني ريليشن شيبس او علاقات مع الكاستمر بتاعي. طيب الحاجة الخامسة وهي ان انا اشوف الكي ريسورسز، ايه الموارد الرئيسية اللي انا محتاجها عشان ابدأ المشروع بتاعي. بعد كده اشوف لو معايا الكي ريسورسز دي، الموارد الرئيسية دي، ايه الكي اكتيفيتيز اللي هعملها، ايه الانشطة اللي انا هعملها باستخدام الموارد دي. فوالله مثلا هنتج منتج معين، هعمل خدمة معينة، ايه الكي اكتيفيتيز اللي انا هعملها في المشروع ده. وكي هنا يعني الحاجات الرئيسية. طيب حددت الكي اكتيفيتيز، ابدأ اشوف محور في غاية الاهمية وهو ايه الكي بارتنرشيبس، ايه هي البارتنرشيبس اللي اقدر اعملها، الشراكات الرئيسية اللي انا محتاجها في المشروع بتاعي عشان اقدر انطلق. حددت كل ده، فكل ده محتاج فلوس، فعايزين نشوف الكوست ستراكشر. تامن نقطة وهي ايه هي التكاليف اللي انا هصرفها، كوست ستراكشر، علشان اقدر اعمل الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. طيب بعد ما خلاص عملت السبع حاجات اللي فوق وصرفت عليهم، عملت كوست ستراكشر، ايه بقى اهم حاجة؟ الريفينيو. ايه الريفينيو ستريمز؟ ايه هي الحاجات المختلفة اللي هتحقق لي عائد من المشروع ده. تمام كده؟ تمام. يبقى ده البيزنس موديل كانفاس، عبارة عن ايه؟ مخطط واضح اهو، فيجوال مرئي، عبارة عن 9 بلوكس مختلفين. التسع بلوكس دول لو لاحظت من الاسامي التسعة او الحاجات المحاور التسعة دي، ان هما تقريبا بيغطوا كل حاجة موجودة في بالك او ما خطرتش على بالك في ان المشروع بتاعك محتاجها. فبالتالي هو فعلا بيحقق الجملة المكتوبة دي، ان هو هيقول لنا how the business operate، او هيفسر ازاي البيزنس بتاعنا هيشتغل. طيب التمبلت ده اللي هو قدامك دلوقتي حالا، ده اجيبه منين؟ ده انت مش شرط تقعد ترسمه او تعمله، انت ممكن عادي تكتب على جوجل بيزنس موديل كانفاس تمبلت، هيظهر لك لينك تقدر تحمل من عليه الايه التمبلت اللي انت شايفه ده او زيه يعني. فبالتالي المطلوب مني ان انا التسع حاجات دول اكون مغطيهم بصورة قوية في المشروع بتاعي. طيب تاسك النهاردة هتبقى عبارة عن ان انت تكتب بصورة بسيطة خالص، يعني من الشرح البسيط اللي انا قلته ده، التسع حاجات دول، بحيث ان احنا بداية من المحاضرات الجاية هنبدأ ان احنا نطور البيزنس موديل بتاعك. طيب تعالوا كده، يبقى ده كده اول سؤال، احنا فهمنا يعني ايه بيزنس موديل كانفاس. يعني لما حد يقول على قدامنا بيزنس موديل كانفاس، خلاص احنا عرفنا في كده ايه مخطط في 9 بلوكس، والتسعة بلوكس بالترتيب من 1 ل 9 عبارة عن 1 2 3 4 5 6 7 8 9. customer segments, value proposition, channels, customer relationships, key resources, key activities, key partnerships, cost structure و revenue streams. طب حلو جدا، انا ليه بقى بعمل بيزنس موديل كانفاس؟ انا عارف ان انت عارف ليه بتعمل بيزنس موديل كانفاس، لكن الموضوع اكبر مما كنت تتخيل. تعالوا نشوف كده مع بعض. اولا المخطط ده ليه بنعمل البيزنس موديل كانفاس ده رغم ان هو بسيط جدا؟ يعني ده ورقه، يعني ورقه شيت كده هنملاه بس كده، بس كده. طب ليه بقى ده في غايه الاهميه، واي حد في البيزنس او في رياده الاعمال يقول لك البيزنس موديل بتاعك فين، عملت بيزنس موديل كانفاس ولا لا؟ ليه خطوره الموضوع ده؟ تعالوا كده نشوف ليه. اول حاجه ان هو بيساعدني في الايديا سيلكشن. يعني ايه ايديا سيلكشن؟
يعني انا دلوقتي ممكن انا والتيم بتاعي او انا كعبد الله مثلا عندي 3 افكار وشايفهم كويسين جدا، عايز ابدا في فكره منهم. هبدا ازاي؟ هقوم عامل ايه؟ ال3 افكار دول هقوم رايح اعمل لهم بزنس موديل كانفاس، واشوف انهي واحد فيه بوتنشال، فيه احتماليه ان البيزنس موديل بتاعه اقوى واحد فيهم. على اساس كده هو ده اللي انا هبدا بيه. يبقى اذا الافكار كلها حلوه ومهمه جدا، وممكن الفكره يعني 3 افكار تكون انت حابب واحده فيهم اكتر من الاتنين التانيين، لكن لما تعمل بيزنس موديل كانفاس يقولك ان الحاجه التالتة فيهم او اكتر حاجه انت مش حاببهم فيهم هي دي اللي اكتر حاجه تنفع. فبالتالي اول حاجه البيزنس موديل كانفاس مهم ليه؟ عشان اعمل ايديا سيلكشن لو انا عندي كذا فكره. طيب لو انا عندي فكرة واحدة بس، فانا عايز اشوف الفكرة دي تمام ولا اروح اشوف فكرة تانية. طيب الحاجة التانية وهي business development. روح اي شركة، اي ستارت اب، وات ايفر، وعايز تطور البيزنس بتاعهم، هتعمل ايه؟ تروح جايب البيزنس موديل كانفاس وتبدأ تشوف البيزنس موديل كانفاس البلوكس المختلفة، ومن خلال ده تبدأ تطور البيزنس الموجود. طب الحاجة التالتة ايديا جنريشن. ايديا جنريشن يعني ايه؟ يعني انا ممكن دلوقتي حالا مش معايا فكره اصلا، اقوم رايح جايب البيزنس موديل بتاع جوجل واشوف الناس دي شغاله ازاي. يعني اكتب على النت ايه البيزنس موديل كانفاس بتاع جوجل واشوفهم شغالين ازاي، وابدا افكر في ان انا هغير بس حاجه بسيطه في البيزنس موديل بتاعهم. ده هيوديني المسار تاني وهيديني الفكره جديده خالص. فبالتالي البيزنس موديل كانفاس بيساعدني في ان انا اعمل ايديا جنريشن. ممكن ان انا اصلا مختار مجال معين مثلا تعليم صحة، عايز اعمل اثر فيه او اعمل منتج او خدمة فيه، مش معايا لسه الفكر، لكن انا همسك كده وابدا اعمل او يعني اعمل بيزنس موديل للمجال ده بشكل عام في حاجة معينة منه. فوانا بعمل بيزنس موديل بتفكيري وبدماغي، ده لوحده هيخليني ابتكر طريقة مختلفة عن الحاجات الموجودة. فبالتالي البيزنس موديل كانفاس هيساعدني في ان انا اجيب افكار. طيب الحاجه الرابعه وهي ان هو حاجه فيجوال وحاجه رابد، يعني اقدر اعملها بسرعه، يعني ممكن في نص ساعه كده اعمل بيزنس موديل. وحاجه مرئيه يعني ايه؟ يعني انا ممكن البيزنس موديل ده اطبعه واحطه قدامي. انت فاهم يعني ايه تطبعه وتحطه قدامك؟ يعني انت حاطط المشروع كامل قدامك في ورقه واحده. ده بجد، ده بجد. فبالتالي دي ميزه كمان البيزنس موديل كانفاس، او ان انت تعمل البيزنس موديل كانفاس. الحاجة الخامسة وهو الستوري تيلينج. شفت انت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الموجودين في المخطط ده؟ الترتيب اللي انا شرحت بيه المخطط ده هو نفسه القصة بتاع المشروع بتاعك. يعني لما حد يجي يقول لك احكي لي عن المشروع بتاعك، هتمشي معاه تقول له والله الكاستمر سيجمنتس عبارة عن كذا كذا كذا، الفاليو بتاعي عبارة عن ايه، التشانلز، الكاستمر ريليشن شيبس. من خلال ال9 حاجات دول انت تقدر تحكي المشروع بتاعك من 1 ل9 في 5 دقايق. فبالتالي هيديك كأنه بيعملك ملخص للمشروع بتاعك، بس ملخص في كل جوانب اللي انت محتاجها. الحاجة السادسة وهي الفيجن. يعني ايه الفيجن؟ زي ما لسه قايلك من شوية، انت المخطط كامل ممكن تحطه قدامك كده وتلزقه. يعني ايه؟ يعني المشروع كله قدامك، فانت الرؤية كلها هتتضح لك بانك بس عملت البيزنس موديل كانفاس، هتبقى قدامك رؤية كاملة. من خلال الرؤية دي تبدأ تحط خطط بشكل مفصل، بناء على ايه؟ بناء على ان انت عملت بيزنس موديل كانفاس في نص ساعة. فيعمل لك ايه؟ يعمل لك فيجن، رؤية كاملة للمشروع. اخيرا لما اشوف او لما اعمل بيزنس موديل كانفاس هيبدأ يقول لي الويكنسز. هعمل البيزنس موديل عبارة عن 9 بلوكس من 1 ل9. عملتهم لقيت ان انا البلوك الرابع والبلوك الخامس مش مظبوطين معايا، في مشكلة هنا، مش هعرف اعملهم اصلا. فابدأ احدد نقاط الضعف عندي في المشروع ده او في الفكرة دي، وتكون هي المحور الرئيسي اللي انا عايز اشتغل عليه، بحيث ان انا اتلاشى الضعف ده. فبالتالي البيزنس موديل بشكل عام حاجة مهمة جدا وفي غاية الأهمية. طيب بس كده احنا خدنا النهاردة يعني ايه بيزنس موديل، وشرحناه بشكل مبسط خالص، وقلنا ليه هو مهم. التاسك بتاع النهارده هي عباره عن ان انت تعمل الانيشال بزنس موديل كانفاس او البيزنس موديل كانفاس المبدئي بتاعك، بناء على الشرح البسيط اللي انا قلته. ليه؟ لان في المحاضرات الجايه احنا هنشرح بشكل اعمق وبشكل مفصل،
وكل محاضرة هيبقى مطلوب منك انك تطور البيزنس موديل بتاعك. بس كده، اشوفكم المحاضرة الجاية. سلام عليكم.